مساء الخير عليكم على كل اللي بيتابع سوق المعسل العالمي. ايه الجروب البديل على الفيسبوك وقناة وورلد شيشة فليفرز على اليوتيوب. معاكم احمد مدحت، خبير في تذوق المعسل وليس في صناعة المعسل. النهاردة معانا حاجة موجودة عند واحد بس على مستوى جمهورية مصر العربية. معانا أداليا تفاحتين بس عند احمد السادات. تابعوا معايا الحلقة. نشوف حلقة النهاردة. جبنا النهاردة معسل أداليا تفاحتين اللي هو مكتوب بالانجليزي دبل ابل، موجود بس عند احمد السادات في المتميز في اكتوبر. أداليا اصلي مش مضروب، وكمان المفاجأة ان هو انتاج جديد 23 انتاج 23. تمام. تعالوا نفتح بقى ونجربه ونشوف ايه اخباره. وزن العلبة دي 50 جرام. تعالوا بس نشوف الاول ايه اللي مكتوب على العلبة. مبدئيا مكتوب هنا ميد ان تركي، 50 جرام أداليا معسل النرجيلة العطري بريميوم هوكا توباكو. أداليا توباكو، مكتوب الويب سايت بتاعهم. معسل أداليا مكتوبة هنا برضو معسل النرجيلة العطري. مكتوب هنا التحذير. طبعا ده جاي من بلده. تمام، ده جاي من بلده. هو في ريحة تفاح كده باينة بس كده والعلبة مقفولة. تعالوا كده نفتح ونشوف ايه الأخبار ونشوف طعمه عامل ازاي. تفاحتين أداليا. نشوف كده التغليفة، تغليفة أداليا. ثانية واحدة بقى كده. مكتوب هنا أداليا بريميوم هوكا توباكو سينس 2003، منذ 2003. تعالوا نشوف هو عامل ازاي ونشوف طعمه مع بعض. الريحة رائعة رائعة. تعالوا بس كده نشوف تعالوا بقى كده نجرب. ريحة تفاحتين حقيقية. اتمنى ان الاقي الطعم بتاعه طعم زي الريحة اللي انا شاممها. ريحة فواحة جدا 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 جدا. تعالوا نشوف كده ايه الاخبار. نكمل بس كده ايه، نملى الحجر شوية. خلاص تمام كده، الحجر تمام. اللي عاجبني ان معسل الجليسرين فيه مش كتير، يعني مظبوط. تعالوا بقى نشوف كده الطعم ايه اخباره. الناس اللي بتسأل موجود فين، موجود بس أداليا تفاحتين عند الوحيد في مصر عند احمد السادات في الحي المتميز في اكتوبر. تعالوا بقى نجرب كده ونشوف ايه الاخبار ونشوف الطعم عامل ايه. الريحة قوية جدا جدا بصراحة. تعالوا نجربه بقى دلوقتي كده مع بعض ونشوف الطعم ايه اخباره، حلو ولا مش حلو. نشوف الدنيا فيه ايه اخبار. الريحة ابتدت ايه تفوح. الريحة ابتدت تفوح. طعم اسف الريحة فواحة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الطعم ونشوف التجربة عاملة ازاي.
حاجة رائعة، نظيفة، ممتازة، طعم تفاحتين أصلي، طعم تفاحتين أصلي. يعني هم أداليا ما كتبوش لما حطوا التفاحة الحمراء وجنبها التفاحة الصفراء. يعني المزيج بتاع السكر ومزازة التفاح الأصفر الاتنين طالعين مع بعض في الطعم بتاع أداليا. زي ما قلت لكم، أداليا تفاحتين إنتاج جديد بتاع سنة 23 على مستوى الجمهورية، موجود عند واحد بس، عند أحمد السادات الحي المتميز في أكتوبر. أكتر من رائع. أشوفكم في حلقات جاية، مع السلامة.